في شعور بيخلي ناس كتير تتقلب في السرير بالليل، تحس بنار طالعة من معدتك، طعم لاذع في الزور كأن في بركان شغال جوه جسمك، وساعات بيجيلك ألم جامد من ناحية ايدك الشمال وكتفك الشمال. ايوه، انا بتكلم عن ارتجاع المريء، او اللي الناس بتسميه رجوع الحمض، واللي فعليا بيكون نتيجة ان الصمام اللي بين المعدة والمريء مش قافل كويس، فبيبدأ الحمض يهرب لفوق. بس السؤال المهم هنا، ليه احنا ساكتين؟ وليه العلاج دايما بيكون مجرد مسكنات؟ الحموضة مش حاجة بسيطة، الارتجاع لو استمر ممكن يوصلك لحاجات اخطر زي التهاب المريء، تقرحات، او حتى تغيرات خلوية ممكن تبقى سرطانية في بعض الحالات النادرة والعياذ بالله. والصدمة اغلب الناس مش واخدين بالهم. طيب ايه الحل؟ خليني اقول لك حاجة يمكن اول مرة تسمعها، السر مش دايما في الادوية، السر احيانا في طبق بطاطس مهروسة. والله بطاطس مهروسة مش مقلية، ناعمة وسادة وبدون توابل بدون زيت، دي بتشتغل زي الاسفنجة، بتمتص الحمض الزايد في المعدة وبتبطن جدارها، فبتقلل الارتجاع بشكل طبيعي وامن جدا. وبرضه الزبادي، مش اي زبادي، بنتكلم عن الزبادي الطبيعي بدون سكر، فيه بارابيوتيك وبروتين مهدئ، بيساعد في توازن حموضة المعدة وتهدئة الالتهابات. هو مش مجرد علاج سحري، بس مع الوقت والمداومة جسمك هيشكرك. وطبعا مش هقول لكم على شرب الحلبة بعد ما تغسلها، الحلبة جميلة جدا جدا وبتبطن برضو المعدة والقولون. لكن الأهم من كل ده، لازم تفهم ان ارتجاع المريء مش مجرد عرض، ده انذار. بتاكل بسرعة، بتنام بعد الأكل، بتحب الأكل المقلي، كل ده محتاج يتظبط. نصايح سريعة وسهلة كده بقى: كل ببطء وامضغ كويس، ارفع راسك وانت نايم، ابعد عن الأكل قبل النوم بساعتين، قلل من الكافيين والشوكولاتة والحمضيات، وافتكر دايما جسمك بيكلمك وانت مسؤول تسمعه. لو المعدة تعبت المريء مش هيسكت. بس لما تبدأ تهتم، حتى البطاطس المهروسة هي والزبادي والحلبة ممكن تبقى بطل الحكاية. في نهاية الفيديو عايز اعرف من كل واحد ايه اكتر اكل بيزود عندك الحموضة، وايه اللي جربته وفعلا فرق معاك؟ اكتبوا لي في التعليقات.